اهلا بيكم في قناه اوفر ثينكينج. النهارده جمعت لكم شويه معلومات عن اجور الفنانين في برنامج رامز تحت الارض. يلا بينا نشوف. طبعا زي ما احنا عارفين ان رامز جلال من اقوى الفنانين اللي بيعملوا برامج مقالب في رمضان وكل سنه بشكل مختلف، وخلينا متفقين ان اختلافك معاه او انتقادك لمصداقيه البرنامج ده ما ينفيش ابدا نجاحه وانه الاعلى مشاهده في رمضان، وده بيخلي رامز يجيب نجوم معروفه جدا والناس بتحبها، وده طبعا لان البرنامج بيجيب العائد للفلوس دي واكتر. فالارقام اللي هقولها لكم دلوقتي دي حقيقه ما تستغربوهاش. اول فنان معانا هو الفنان المعروف طبعا شاروخان، وكان اجره في الحلقه 450,000 دولار على لسان صحيفة البيان الإماراتية. تاني فنان معانا وهو الشاب خالد اللي وصل أجره ل200,000 دولار، وده طبعا بعد ما كان متمسك ب250,000 دولار مش 200 بس. وبتيجي بعدهم الفنانة المصرية نيللي كريم اللي أخدت مبلغ خيالي عشان توافق على عرض الحلقة، وهو 1,700,000 جنيه، وده يعتبر أعلى أجر ما بين أجور الفنانين المصريين. وكمان كان أجر الفنان وائل كفوري 150,000 دولار، وبتيجي بعده الفنانة فيفي عبده بأجر 400,000 جنيه، واللاعب عصام الحضري اللي كان أجره 200,000 جنيه. يليه اللاعب رمضان صبحي اللي حصل على 45,000 جنيه، وده طبعا لتقارير صحيفة البيان الإماراتية. كل ده بجانب ان تكلفة انتاج البرنامج الإجمالية بتتراوح ما بين 80 ل 100 مليون جنيه مصري. وبكده تكون حلقتنا خلصت. اكتبوا لي في الكومنتس رأيكم في البرنامج بشكل عام، وهل فعلا المهم مصداقية البرامج اللي زي دي ولا المهم انه يبقى حلو وممتع وخلاص. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني وتعمل لايك وسبسكرايب عشان تتابع الحلقات اللي جاية، وكل سنة وانتم طيبين.